المرجو الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم، فيديو جديد ووصفة جديدة. والوصفة ديال اليوم ان شاء الله هي عبارة على بيتزا بطريقة جد مختلفة وعجين اكثر من رائع. اتمنى ان تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنسونيش بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلك الجديد وجميع الوصفات. بالنسبه للمقادير العجين غنحتاجو جوج ليف كبار ديال الدقيق الابيض، غنحتاجو معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه او خميره الخبز، غنحتاجو جوج معالق كبار ديال الحليب بودره، ومعلقه كبيره ديال سكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وغنحتاجو الماء الدافئ. خديت الخميره المعجونه وذوبتها مع قليل من الماء الدافئ. غادي نضيف السكر السنيده، غنضيف الحليب بودره، غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيف الملح على حسب الذوق، غنضيف الزلافه الاولى ديال الدقيق الابيض او الفورس، غادي نضيف معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، ضفت الزلافه الثانيه ديال الدقيق، جمعت العجين بدون دلك، جمعته فقط. من بعد ما ارتاح العجين غادي نقسمه على زوج، غادي نطلق القسم الاول من العجين اللي فرقنا على جوج، وغادي نستعمل هنا الدقيق الفينو او السميد الرقيق. غناخدو القسم الثاني من العجين، غادي نستعمل القليل من الحليب. هنا الفرماج كيري او اللي عندكم تستعملوا، قطعته مربعات او مكعبات. عندي القليل من الشوفان، من بعد ما انتهيت من تشكيل العجين، في كل كرة غادي نوضع في القلب ديالها مربع من الجبن بهذه الطريقة. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل العجين
اللي عندي. ودابا غادي ناخد الصلصه ديال البيتزا اللي سبق لي وشاركتها معكم. انا غادي نخلي لكم الفيديو او الرابط في صندوق الوصف. غادي نحط الصلصه على وجه البيتزا بهذا الشكل. غادي ناخد البصله والفلفله اللي قطعتهم بشكل طولي وشحرتهم في زويته ومليحه والقليل من الابزار. غادي نحطها على وجه البيتزا. غادي نوضع علبه ديال الثوم. غادي ناخدو دابا الكرات اللي وضعنا في القلب ديالهم الجبن. غادي نديرهم في الحليب من بعد في الشوفان بهذه الطريقه، وغادي نوضعهم في جانب دائره البيتزا على الجوانب. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل جميع الكرات. وضعت القليل من الفرماج الاحمر وغادي ندخلها الفران اللي سخنته من قبل. وهذه البيتزا من مورا ما خرجتها من الفرن كتجي جميله في الشكل ديالها، وكذلك العجين خفيف. نتمنى انها تنال اعجابكم، ومتنساونيش بلي لايك ولي بارطاج، وشكرا على المشاهده.